السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى نعمل صدور الفراخ كده بطريقة زي اللحمة الباردة جميلة جدا. بس عاملة ازاي؟ بتنفع برضو سندوتشات. بس عاملة ازاي ما شاء الله، تسويتها تحفة. يلا بينا واحدة واحدة كده نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا 4 صدور فراخ. تقول الفرارجي أنا عايزة فراخ اللي هي الصدور الصحيحة. ومعايا البهارات، ومعايا هنا مية البصل. معايا البهارات 7 بهارات. 7 بهارات دي أنا باجيبها صحيحة من عند العطار وباطحنها. أحط عليها معلقة كبيرة من فلفل أسمر، وحبهان مطحون. معلقة من كل حاجة، معلقة صغيرة. متحاوليش تكتري من البهارات. دي معلقة من البابريكا. معلش هو صوتي بس تعبانة عشان عندي بس دور برد. معلقة من الكركم. وعندي هنا بهارات فراخ. ما عندكيش مش إشكال، نستكفي بالبهارات اللي احنا حطيناها. حط بقى معلقة كبيرة كده من دبس الرمان أو صويا صوص. ونحط عليهم برضو معلقتين، ونحط الملح، ونحط برضو معلقتين كبار من الزيت. نقلبهم حلو قوي كده مع بعض. بس لازم يكون زيت نضيف عشان ما يغيركيش لون الفراخ، الطعم يعني. عايزه اقولك الريحه بتاعه البهارات جميله جدا. هنجيب بقى ليمونه كبيره كده ونعصرها. طبعا الصدور دي لازم تكون مغسوله قبل ما نعمل الخطوه دي، حلو جدا. هنحطها بقى كده في الطبق. عندك وقت ممكن تسيبيها مثلا بتاع نص ساعه، ما عندكيش تعمل كده مع بعض يعني في نفس التوقيت، مش هيحصل لها اي حاجه. هجيب بقى هنا طاسة فيها معلقة زبدة أو سمنة. أحط بقى الفراخ كده عليها، وهاخدها تشويح. أنا ما بسويهاش، يعني هي بتاخد نص سوا. طريقة سهلة وسريعة وخفيفة على المعدة بصراحة، وتغيير بقى. نقلب بقى كل قطعة كده شوية لغاية ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، زي كده. هجيب بقى سلكة وتحتيها صينية، واحطها بقى على الوش كده. بقيت بقى الحاجة اللي في الطاسة دي هحط عليها كوباية من المية واخليها تغلي غلوتين، واحطها في الصينية. طبعا فيها البهارات والملح وكل حاجة بتاعتي. هجيب هنا بقى معلقة من الصلصة، عليها دبس رمان معلقة صغيرة، ومعلقة من صويا صوص. هنقلبهم حلو مع بعض، وبالفرشة كده ناخد كل قطعة يعني ندهنها مع بعض. وعليها مكعب. مش عايزة تحط المكعب ده بلاش، بس هي بقى عايزة بقولك اللي هي بتخليها طعمها حلو جدا. طبعا من تحت ومن فوق كده نعملها بالدهنة الحلوة دي. الخلطة دي عايزة أقولك والله ريحتها جميلة. وممكن تعمليها برضه في الفراخ المشوية. نبدأ بقى نحطها في الفرن، مش هتاخد ربع ساعة. هنطلعها بقى كده في سيرفيس كده جميل. بس عاملة ازاي ما شاء الله. انا بقى نقطعها، ممكن تحمري بقى جنبها بطاطس محمرة. انا عملت طبعا شوية رز كده بسمتي جنبها. تقطعي بقى كده وتاكلي. بصي عاملة ازاي. مش عايزة بقى تاكلي ولا بطاطس محمرة ولا رز، في سندوتشات كده على كاتشب. ايه رأيك بقى؟ جميلة ومخدتش مننا وقت خالص. اتمنى يا رب تجربوها بقى وتقولي لي ايه رأيكم. اشوفكم على الف خير في رعاية الله يا حبايبي.